السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي. هنبدأ مع بعض النهاردة درس جديد بعنوان تطور الخريطة. هي الخريطة بتتطور؟ الخريطة بتتطور. تعالوا نشوف الخرايط زمان كانت عاملة ازاي، ومين كان بيستخدمها وبيستخدمها ليه، ومن المصريين القدماء لعلماء العرب لناس بتستخدم حاجات جديدة على تليفوناتها. تعالوا نشوف واحدة واحدة هنعملها ازاي. قال لي أول حاجة لو رجعنا بالزمن للمصري القديم نلاقي إيه؟ قال لي كان عندي المصريين القدماء كانوا بيعتبروا المخططات والخرايط حاجة مهمة جدا جدا. طب ليه؟ قال لي عشان يوصفوا مسار نهر النيل. نهر النيل ده بيمشي ازاي؟ بيجيلنا منين؟ بيجيلي من أنهي حتة في مصر الأول؟ بعد كده يمر فين؟ بعد كده آخره فين؟ الطريقة دي يمشي فيها ازاي؟ قال لي الطريق دوت رسموا له خريطة زمان. طب ده هيساعدهم؟ طبعا يساعدهم. وكمان كان عندهم دهب كتير 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 كتير. المكان اللي كان عندهم فيه الدهب كان بيسمي مناجم. كنا بنسميه ايه؟ مناجم. عشان ما كل مرة ما يقعدوش يدوروا من اول وجديد، كانوا بيرسموا له خريطة. يرسموا له ايه؟ خريطة. يبقى عشان كده بنقول انه استخدم المصريون القدماء المخططات والخرائط. مخططات ومين؟ وخرائط. ليه؟ لوصف مسار نهر النيل. يبقى أنا ليه كنت بعمل مخططات وخرائط؟ لوصف مسار نهر النيل ومواقع المناجم. إيه؟ ومواقع المناجم. ورسموا هذه الخرائط على إيه؟ قال لي على اتنين، واحدة ورق بردي والتانية جدران معابد. واحدة ورق بردي والتانية جدران معابد. كانوا بيجيبوا ورق البردي. هو يعني إيه ورق بردي؟ ورق البردي ده كان نبات في مصر القديمة زمان، كان بيتسمى نبات البردي. ناخده ونبدأ اللي احنا ندخله عشان يتصنع. بعد ما نصنعه زي الورق اللي بنكتب عليه، يبدأوا اللي هم يرسموا عليها الخريطة بإيديهم. إيه ده؟ كانش في كمبيوتر؟ لا طبعا، ده زمان قوي قوي قوي. ما كانش عندهم أي حاجة، ولا كمبيوتر ولا تليفون ولا الجي بي اس ولا أي حاجة من دي خالص. فعشان كده كانوا بيرسموا الخريطة بإيديهم على ورق البردي. طب يرسموها على إيه كمان؟ قال لي على الحيطة، على جدران المعابد بتاعتهم. ده بالنسبة للمصري القديم. نيجي شوية قريب من عصرنا دلوقتي. قريب، ها؟ مش دلوقتي. قريب نلاقي العلماء بتوع العرب كانوا بارعين في رسم الخرائط. كانوا بيرسموا الخرائط بطريقة حلوة قوي. بس بإيديهم ولا من خلال الموبايل؟ قال لي لا، ده برضو كانوا بيرسموها بإيديهم. طب مين أشهر واحد من علماء العرب كان بيرسم الخريطة؟ قال لي اسمه الإدريسي. اسمه إيه؟ الإدريسي، الذي رسم خريطة للعالم. ايه ده؟ هو للدرجة دي كان شاطر؟ كان بيبدأ مهتم بعلم الفلك، وكان بيحب يرسم الخرائط. دلوقتي بقى انتقلنا من الخرائط البسيطة المرسومة بالإيد للخرائط الرقمية. يعني إيه خرائط رقمية؟ الخرائط اللي بنبدأ نشوف لها الاتجاهات بكل دقة، نعمل لها حسابات، نشوف المكان دوت على الخريطة فين، ونبدأ اللي احنا نبحث عن كل حاجة فيه. دي اسمها خريطة رقمية دقيقة. طب دي نلاقيها على إيه؟ قال لي تلاقيها على البرنامج بتاع الجي بي اس. ده نلاقيها على إيه؟ نلاقيها على برنامج الجي بي اس. يعني ايه الجي بي اس؟ هو نظام تحديد المواقع العالمي. طب النظام دوت يعتمد على ايه؟ مين اللي يجيب له الحاجة دقيقة عشان لما يرسم خريطة يرسمها صح من خلال بقى اللابتوب والموبايل، ونبدأ اللي احنا نرسمها بدقة؟ قال لي في الوقت دوت كان بيعتمد على الأقمار الصناعية. إيه؟ يعني ايه قمر صناعي؟ قمر صناعي دي حاجة كده شبه الدش، تبدأ اللي هي تلف حوالين الكرة الأرضية من بره، تجيب لي صور كتير لكل حاجة في سطح الأرض. بس هنا الصور ديت بتكون بعيدة شوية. يعني أنا هنا ما ينفعش أشوف القمر الصناعي ده، لا، هو بيكون خارج الكرة الأرضية، بيلف حواليها من بره. بس في الوقت دوت هو بيحدد لي موقع المكان. يبدأ يحدد مثلا موقع المدرسة بتاعتك، يبدأ يحدد لي موقع البيت بتاعك. لو انت عارف المكان بتاعك ممكن اللي احنا نبعته لحد لوكيشن عشان يجي يزورني. كمان بيحدد لي الاتجاهات.
ويعد ده تطور حديث جدا لأدوات تحديد المواقع القديمة. طب ايه هي أدوات التحديد المواقع القديمة؟ ايوه يا ميس، انا عارف من السنة اللي فات، من الدرس اللي فات ولا اللي قبله، لا اول درس. عارف ايه؟ قولولي. اللي احنا كان عندنا الشمس والقمر. حلو قوي، احنا كان عندنا الشمس والقمر. بس النهارده هناخد حاجة جديدة بسميها الاسترلاب. وهنسمع حكاية مريم. تعالوا نشوف مين هو الاسترلاب ومين هي مريم الاسترلابي. ايه ده؟ ايه الاسامي دي؟ ولا اسامي ولا حاجة. ده شكل الاسترلاب. الأداة دي كانت أداة فلكية قديمة، حاجة قديمة جدا. طب استخدموها في إيه؟ قال لي في الوقت دوت استخدموها في تحديد الاتجاهات والمواقع، بس هنا من خلال النجوم. من خلال مين؟ النجوم. طب الفضل في تطوير الاسترلاب كانت مين؟ قال لي مريم الاسترلابي. تعالوا نشوف مريم ونتكلم معاها ونعرف حكاية مريم. ازيك يا مريم؟ قالت لي ازيك، عاملة ايه؟ طب انت مين يا مريم؟ عشت في انهي قرن؟ انا والله عشت في القرن الرابع الهجري. رابع هجري؟ ده القرن الكام ميلادي ده يا مريم؟ انا وقتي كان في القرن العاشر الميلادي. طيب انت عملتي ايه يا مريم؟ انا تفوقت في علم الفلك عشان كان والدي في الوقت دوت بيحب قوي علم الفلك وكان متفوق فيه. طب هو والدك كان شغال ايه؟ قالت لي انا والدي عالم فلك، يحب قوي اللي هو يعرف النجوم ويعرف الكواكب وايه اهم حاجة فيها. طب انت يا مريم كنت شاطرة يعني في العلم ده؟ انا مصرة جدا جدا على النجاح، وكمان هعمل لك احسن حاجة ممكن تحصل في الاسترلاب. عملتي ايه يا مريم؟ انا استخدمت حسابات رياضية دقيقة جدا عشان اطور الاسترلاب بتاعي، واستخدمت كمان فيه الرياضة. طب انتي ليه استخدمتيه؟ اصل انا كنت عايزة اصلي وانا مش عارفة اتجاه القبلة فين. طب انتي عملتيه عشان تحددي القبلة؟ ايوه، انا عملته اول حاجة عشان احدد القبلة عشان اعرف مكان انا هصلي في انهي حتة. وكمان انا ما كنتش عارفة وقت الصلاة بتاعي ده ظهر ولا عصر ولا مغرب، ففي الوقت دوت اضطريت ان انا احدد اتجاه القبلة وكمان اوقات الصلاة. طب عملتي بيه حاجة تاني؟ عملت بيه بداية الشهور القمرية. يعني انت كده عملتي ايه؟ كان استخدامه ايه الاسترلاب ده؟ تحديد القبلة واوقات الصلاة وبداية الشهور القمرية. طب تعالوا نقول زي مريم: تحديد القبلة، أوقات الصلاة، بداية شهور القمرية. طب هما طلعوا عليكي شهرة يا مريم؟ أيوة، أنا طلعوا عليا لقب استرلابي، وبعد كده مكان ما أنا كان اسمي مريم بس سموني مريم الاسترلابي. امم طب يا مريم، هو أنت عايشة معاها لحد دلوقتي؟ لا، أنا خلاص ما بقتش موجودة. أنا قلت بس أعرفكم يعني إيه استرلاب وأنا عملته إزاي. شكرا جدا يا مريم. سيبنا من مريم وتعالوا نشوف بقى دلوقتي عملوا ايه علشان خاطر يعترفوا بإسهامات مريم واللي مريم عملوه. من كتر اللي مريم عملوه عصرنا الحديث ابتدى اللي هو يسمي أحد الكويكبات المكتشفة باسمه. يعني ايه كويكبات؟ الكويكبات دوت هو الاسم الصغير من الكوكب. حوالين الشمس بيبدأ يدور كواكب وكويكبات. الكويكبات ديت هي المصغر بتاع الكوكب. طيب ده بالنسبة لمريم خلصنا منها وعرفنا احنا ازاي كافئنا مريم. طب دلوقتي بقى احنا عايزين نعمل خرايط حلوة. ايه المصادر اللي انا ممكن ابدأ اللي انا اشتغل عليها عشان اعمل خرايط حلوة؟ اي حاجتين: صور جوية والتانية فضائية. الصور الجوية يتم التقاطها من الجو. ببدأ اجيب طيارة، الطيارة ديت تبدأ اللي هي تمشي لي فوق مثلا النهر اللي احنا مصورينه دوت، وبيكون اخرها فيه كاميرا صغيرة. آخر الكاميرا ديت تبدأ تصور لي المكان اللي عندي ويبدأ اللي هو يعرفني تفاصيله. لو الطيارة مثلا طارت فوق بيت يبدأ يجيب لي مساحة البيت وشكله وهو عبارة عن ايه. يبقى الصور الجوية يتم التقاطها من الجو. تاني، يتم التقاطها من الجو بواسطة طائرات.
بتغطي مساحة محدودة، بتغطي مساحة محدودة من سطح الأرض، بتغطي مساحة محدودة من سطح الأرض. أما الفضائية، أما الفضائية يتمكن التقاطها تاني، يتمكن التقاطها من الفضاء. إيه؟ يتمكن التقاطها من الفضاء خارج الكرة الأرضية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الجهاز ده يبدأ اللي هو يلف خارج الكرة الأرضية، في الكرة الأرضية من بره. ده اسمه قمر صناعي. يبدأ اللي هو يصور لي بره الكرة الأرضية، بتغطي مساحات أوسع من الصور الجوية، تغطي مساحات أوسع من الصور الجوية. طب نظام تحديد المواقع العالمي الGPS دوت بيعتمد على إيه؟ قال لي يعتمد على الأقمار الصناعية في تحديد المواقع والاتجاهات، يحدد لي كمان الاتجاهات بتاعتي. طب النظام ده متطور ولا مش متطور؟ قال لي يعتبر هذا النظام تطورا حديثا لأدوات تحديد المواقع قديما مثل الاسترلاب. درسنا خلص، ويا رب يكون درس جميل لذيذ ويكون شيق وفهمناه، وبإذن الله نتقابل في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.